التلاتينيات مش المرحلة الأسهل، فالتحديات اللي بتواجهها كتيرة من حيث تنظيم الوقت وتحقيق الإنجازات عائليا ومهنيا. الملفت في الموضوع إن على الناحية التانية في ناس بتعيش التلاتينيات بصعوبة أكتر، فتوقعات المجتمع وقوانينه بتحاصر الناس اللي لسه ما اتجوزوش أو اللي انفصل عن شريكه أو فقده، بيخلوا التلاتينيات فيها تحديات من نوع آخر، ده بالإضافة للتحديات الجسدية والمهنية الموجودة أساسا. الكتاب هيكون ملاذ آمن لكل تلاتيني، هنناقش الحالات الاجتماعية والصحية والنقلات المهنية اللي ممكن تحصل في التلاتينيات، وهنطرح قصص لأشخاص غيروا حياتهم في التلاتينيات. ولو لسه موصلتش للتلاتينيات، الكتاب هيلهمك تخلي التلاتينيات من حياتك أروع وأفضل. لما بتوصل لل30 ما بتقدرش تكابر أكتر، بيبقى من المستحيل تكمل في وظيفة بتكرهها أو تتعامل مع أشخاص مش بتحبهم. بعد ال30 مشاعرك بتكون أقوى، وبتبقى على تواصل أقوى مع جسدك وقلبك وروحك. ممكن تحصل بعض التغييرات الكبيرة، زي إن جسمك يبدأ يرفض الحاجات الغير مناسبة زي القهوة أو السهر طول الليل. نفس الكلام، قلبك بيبطل يهتم بالعلاقات العابرة وبيبقى متحمس يحسن العلاقة مع شخص بيحبه فعلا. كمان روحك بتبقى متناغمة أكتر مع رغباتك. في تلاتينياتك بتتوقف عن تضليل نفسك، بتبدأ أخيرا تعرف انت مين وعايز ايه. بتكون واثق في نفسك، والأهم إنك بتعترف بنقاط ضعفك. في العشرينيات بتبقى عايز تتعرف على الكل وتصاحب الكل وتعمل تجمعات كتير. أما في التلاتينيات بتبقى اللقاءات الجماعية دي بالنسبة لك لا تطاق، لأنك بتعرف مين هم أصحابك الحقيقيين. التلاتينيات عقد جديد وتحديات جديدة، كل عقد من الزمن بيصاحبه تغييرات وتحديات وتجارب جديدة. بتبقى حاسس بضرورة توجيه الحياة اللي لسه محققتش فيها اللي انت عايزه. بيبقى عندك دافع للاستقرار، وده اللي بيتعارض مع صفات الشباب. مفترق طرق في معظم الأحيان مش بتعرف تتعامل معاه. بينتهي بيك الأمر بإنك تقارن حياتك بحياة الناس التانية في سن ال30، وتحس إنك محققتش حاجة في مجالات كتير، منها رقم 1 الحياة الزوجية والعائلية. بتحس إن ده الوقت المناسب إن يكون عندك شريك حياة وعيلة وخطط مستقبلية. بتبقى بتدور على الأمان والاستقرار، علشان كده غياب العلاقات المستقرة بيبقى حجر الأساس للأزمة دي. رقم 2 العمل والاستقلالية. بتكون درست وكرست نفسك للشغل اللي اخترته، واختبرت كل الفرص اللي قابلتها في طريقك علشان تتأكد انك لقيت اللي بتطمح له، او تكون بطلت تدور على وظيفة تحبها واستقريت، او على الأقل بتدور على طريقة للاستقرار. في الواقع ما بتبقاش عارف ان دي أزمة علشان وصلت ال30، او انها قرارات غلط اخدتها او حظ. وفي الوقت اللي تكون لسه فيه مش مستقل ماديا، تلاقي كل اللي حواليك بيقولولك خلاص جه الوقت انك تشتري شقة. 3 تغيير الخطط. وقت الفراغ بيبقى غالبا مش موجود، المسؤوليات بتتضاعف والخطط بتزيد، ودي بعض النصايح اللي تقدر تاخدها في الحسبان لو حاسس انك مغلوب على امرك بسبب الضغوط. 1 اوجد المنظور المناسب. خد خطوة لورا ودور على المنظور المناسب. المنظور هو نظارتك اللي بتشوف بيها العالم. مين قال ان كل حاجة لازم تحصل في وقت محدد؟ الناس بتفرض معايير بتقول انك المفروض تكون فين في عمر ال30، لكن ده ما ينفعش يأثر فيك بأي شكل من الأشكال. رقم 2 حياتك، أهدافك. الناس ممكن تعتقد إن حياتك ماشية في المسار الصحيح، إلا إن كل شخص بيقرر مستقبله الخاص وحياته الخاصة. الناس ممكن تسأل أو يتكلموا عليك أو يلمحوا، لكن استنى، الناس هتفضل زي ما هي، وانت هتفضل انت الشخص الوحيد اللي بتقضي مع نفسك 24 ساعة في اليوم، فحاول تلبي توقعاتك انت. الضغط بتاع أزمة وصولك لسن ال30 مش هيستمر مدى الحياة، أو ممكن يستمر، وده معتمد عليك. فقدر احتياجاتك وحدد أهدافك. رقم 3 انضم للتغيير. لو كنت متضايق من التغييرات اللي بتحصل، فممكن يكون جه الوقت انك تغير نفسك انت كمان. غير الشكاوي لأفكار، غير النقد
لدافع. دور عن أولويات جديدة، دور على شغفك، قابل ناس جديدة وغير محيطك. ايه الحاجة اللي بتتمنى لو انك عرفتها في التلاتينيات؟ السؤال ده اتسأل لمجموعة من الناس، اخترت لكم منها بعض الإجابات. الرد الأول كان من جينيفر مدير التسويق، بتقول إن من الصعب إنك تحصد مكافآت التضحيات والعمل الدؤوب فورا، إلا إنك أكيد هتوصله بعد فترة. خليك واثق بفوائد تأجيل إشباع الرغبات، وإن أي تضحية بتقدمها دلوقتي زي اعتماد أسلوب حياة بمصاريف أقل والادخار والمغامرة في العمل وتربية الأولاد هتثمر كلها على المدى البعيد. باختصار، انت محتاج تستثمر وقتك ومالك وجهدك في التلاتينيات وتتجاوز رغباتك شوية. استثمر لمستقبلك وخد الوقت الكافي للاستثمار في الأصول المناسبة، اللي هي الأصول اللي بتجيب دخل وتزود أموالك حتى وانت نايم. ما تخدعش نفسك إنك بتمتلك أصول زي العربية أو أساس البيت أو إنك بتعيش في بيت كبير أكبر من احتياجاتك حاليا، فكل دي مش أصول، هي في الحقيقة عراقيل مش بتنتج أي دخل لكن بتنقصه. جينيفر ليها مقولة حلوة جدا بتقول إن عليك أن تعيش كما لا يعيش أحد الآن لتعيش لاحقا كما لا يعيش أحد آخر. والرد التاني على السؤال كان من جاكلين توماس مديرة تنفيذية، بتعتقد إن التلاتينيات أصعب الفترات، خصوصا لو كنت أعزب أو عاطل عن العمل أو عايش في منزل متواضع أو لأي سبب حطه المجتمع علشان يصنفنا فاشلين أو إننا لسه محققناش أحلامنا. وبصفتها امرأة عزباء في 54 من عمرها، بتتمنى لو إنها تحس بأمان أكتر وتعرف الحاجات اللي بتخليها سعيدة وتسعى ليها بغض النظر عن اللي بيقوله المجتمع والقواعد اللي حطها معيار للي يناسبها. وبتقول إن الحياة قصيرة جدا، وإن السنة اللي جاية مش هيهمك إيه الحاجة اللي بتزعجك دلوقتي، وبعد سنتين ممكن ما تفتكروش حتى. الرد الثالث كان من كريستين محللة مالية، بتتمنى لو عرفت أهمية ممارسة الرياضة على الأقل 3 مرات أسبوعيا. بتتمنى لو عرفت أهمية استثمار أموالها بحكمة زي شراء الأصول من ضمنها العقارات علشان تأمن لها دخل سلبي من الإيجار يفيدها لما تتوقف عن العمل. بتتمنى لو عرفت أهمية بذل الجهد لإنجاح الزواج بحيث يفضلوا مع بعض ويكبروا سوا، وأهمية تأسيس علاقات صداقة قوية مع الأولاد والأصدقاء. كمان أهمية الاتزان بين الحياة العملية والعائلية، فكتير من الأشخاص اللي بيشتغلوا لدرجة الجنون لحد ما بقى قضاء الوقت معاهم ممل. والرد الرابع كان من المهندس رام، بيقول إن بغض النظر انت مين ومكانتك ايه في الحياة، فكر نفسك إن لسه في ناس كتير ما تفوقوش عليك مهما كانت الصعوبات اللي بتواجهها دلوقتي، ومهما كان الأمر بيزعجك دايما، ومهما كنت غير راضي حاليا. فكر نفسك إن في ناس كتير بيواجهوا ظروف أصعب بكتير في حياتهم. اتعلم تاخد الحياة ببساطة وهتحس بالسعادة جواك. ما تتبعش أهواء ورغبات وأهداف الناس وتخلطها بأهدافك. اسعى ورا أحلامك انت اللي ممكن تختلف عن أحلام جيرانك وصحابك اللي غالبا بتحاول تقلدهم. ابني هويتك انت الخاصة. في دراسة حديثة بتؤكد ان عمر ال30 هو عمر معظم الفائزين بجائزة نوبل. لقوا ان معظم الأعمال الرائدة وصلت لأفضل ما يمكن في أواخر التلاتينيات بعد 10 سنين على الأقل من بداية الحياة المهنية للشخص. ودي بعض الدروس الحياتية المهم إنك تتقنها في عمر ال30. ابدأ بالادخار للتقاعد من دلوقتي، اهتم بصحتك من دلوقتي مش بعدين، اتعلم تقول لأ للناس والنشاطات اللي مش بتضيف قيمة لحياتك، احسن التعامل مع الأشخاص اللي بتهتم بيهم. مش هتقدر تاخد كل حاجة، ما تخافش من المغامرة طول ما انت قادر تتغير. استمر في التقدم وتطوير نفسك. وأخيرا، حب نفسك واحترمها. خليك أناني شوية واعمل الحاجات اللي بتحبها، فمحدش هيهتم بحياتك أكتر منك. لو كنت في التلاتينيات أو قربت على التلاتينيات فلسه القطر مفادش لتغيير المهنة وتحقيق النجاح. ودي بعض قصص الأشخاص المشهورين اللي ما نجحوش في بداية حياتهم إنما نجحوا بعد سن ال30. مرسى كانت سمسارة في البورصة، وفي التلاتينيات من عمرها اشترت مع زوجها بيت ريفي
وبدأت في ترميمه، ومن هنا بدأ حبها للترميم والترتيب. بدأت شغلها من البيت، وده اللي ساعدها تبدأ في تأليف كتب الطبخ. ومن بعد كده بدأت تاخد فقرات نصايح للتصميم والترتيب في برنامج أوبرا، وبقت مليارديرة لما بقت شركتها عامة. وكل ده بدأ بعد تغيير مهنتها في الثلاثينيات. هاريسون فورد الممثل المشهور بدأ بأدوار صغيرة، لكن ده ما كانش كافي لرعاية زوجته وولاده، فاتعلم مهنة النجارة بنفسه في الثلاثينيات من عمره. لكن في نفس الوقت ما تخلاش عن حلمه بأنه يكون ممثل، لكن مهنة النجارة قدمت له دخل يخليه يرفض الأدوار الرديئة. وفي سن 29 حصل على دور مساعد في فيلم جورج لوكاس. ازاي بقى حصل على الدور ده؟ كانت وظف كنجار علشان يعمل خزانات خشبية في منزل جورج، وبعد 6 سنين من الموقف ده أخد دور بطولة في فيلم حرب النجوم اللي أخرجه المخرج جورج لوكاس. هاريسون حصل على فرصته الذهبية في العمر اللي بيعتقد معظمنا إن خلاص فات الأوان على أي تغيير في حياته. هما 3 حاجات نعملهم في الثلاثينيات علشان تكون خمسينياتنا أسعد. 1. اختار مهنة بتحبها. من الأفضل بدرجة كبيرة إنك تاخد أجر أقل وتستمتع بشغلك من إنك تتعب جامد في شغل مش بتحبه وتعيش من أجل عطلة نهاية الأسبوع. السعي من أجل المال بس مش المفروض يبقى الأولوية. دور على مهنة تكون بتحبها تخليك تصحالها كل يوم متحمس. 2. قول نعم. كلنا عندنا زمايل عمل بيبصوا للشغل من أضيق زاوية، ودايما تفكيرهم محدود، مصممين يفضلوا في منطقة الراحة. في شغلك لازم تخوض تحديات جديدة وتقول نعم كل ما تجيلك الفرصة تجرب حاجة جديدة. لو كنت من الناس اللي بتقول لا مقدرش أعمل كده أو مش عايز أعمل كده، فهتخسر كتير من اللي ممكن تقدمه لك الحياة. فالحياة مغامرة، وعلشان تستفيد منها لازم تقول نعم للتجارب الجديدة. رقم 3. الذكاء العاطفي بيتفوق على كافة أنواع الذكاء الأخرى. علشان تكون راضي عن حياتك في سن أكبر لازم تزود مهاراتك الاجتماعية من دلوقتي. مهما كنت موهوب ومهما كنت بارع، فلازم يكون عندك مهارات التفاعل مع الآخرين علشان تنجح. باختصار، اتجاوز حدود مواضيع الشغل، ابذل مجهود واعرف ازاي تزود من علاقاتك مع الآخرين للحد الأقصى. التصرفات دي هتخلي الخمسينيات من عمرك والسنين اللي بعدها مرضية أكتر بالنسبة لك. هنتكلم في نقطة تانية وهي جسدنا في الثلاثينيات. بتبدأ تظهر مشاكل تعب الجسم في الثلاثينيات، وبتقل الكتلة العضلية من منتصف الثلاثينيات تقريبا. لو كنت في السن ده وبترمي اللوم كله على جسدك فدي حجة واضحة. الموضوع بيرجع لقلة النشاط. أسلوب الحياة الخامل هو العامل الرئيسي للإصابات اللي بتحصل لنا. على سبيل المثال، لما بتقعد ساعات طويلة على المكتب عضلاتك بتبقى مشدودة باستمرار. بعد كده تقوم من على الكرسي بعد كل الساعات دي وتبقى متوقع ان العضلات تقوم بوظيفتها على اكمل وجه، في حين انك كنت بتأذيها طول القعدة. ومع الخمول ده بتزيد نسبة خطر تاني هو السمنة. فتعب جسمك مرتبط بأسلوب حياتك في المرحلة العمرية دي بالذات. لكن في خبر كويس، تمارين رفع الأثقال أو المقاومة بتبطئ فقدان العضلات، وإنك حتى لو في سن 90 من عمرك تقدر تكتسب العضلات من خلال ممارسة تمارين المقاومة. نقطة كمان مهمة هي بشرتك في الثلاثينيات. مع بداية الثلاثينيات بيجي معاها تغييرات مفاجئة كتيرة للسيدات والرجال زي بعض. بتعتقد ان من المفروض انك تكون مسيطر تماما على علاقاتك وتكون على المسار الصحيح في العمل وتدخر مبلغ كبير في حساباتك وتعيش حياة سعيدة وممتعة، إلا إن الحياة بتدبر لك مقلب قاسي وتحط فاصل بينك وبين جمالك، وتبدأ تشوف بشرتك وجسمك ومظهرك بيتغيروا، وتبدأ التجاعيد العميقة تظهر، وفي بعض الحالات بيرجع يظهر حب الشباب، ويبدأ يظهر الأذى بسبب حروقات الشمس القديمة على شكل بقع دكنة، وتحس فجأة إن بشرتك باهتة. وكل ده بسبب التغييرات الهرمونية خاصة عند النساء اللي بتتسبب كمان في تساقط الشعر. وعلشان نحافظ على بشرتنا أو نأخر ظهور المشاكل دي لازم نتبع بعض الخطوات. 1. التنظيف. مهم جدا تنظيف البشرة كل يوم، لأن ده بيساعدها تحمي وتجدد نفسها بشكل أفضل.
رقم 2 الحماية، لازم تحمي بشرتك خلال النهار باستخدام سيرم مضاد للأكسدة أو سيرم فيتامين سي مع الواقي الشمسي. رقم 3 الترطيب، ما تسمحش أبدا إن بشرتك أو بشرتك تتعرض للجفاف. رقم 4 شرب المية، اشرب كميات كبيرة من المية لأن أهمية ترطيب البشرة من الداخل بنفس أهمية ترطيبها من الخارج. ومن ضمن العادات الصحية بشكل عام إنك تعرف تاريخ العيلة المرضي، لأن ده هيكون أساس الوقاية علشان تحافظ على صحتك وتعيش مستقبل سعيد. ما تعتقدش إنك لسه شاب صغير ومش محتاج تزور الدكتور. التقدم في العمر بيعمل تغييرات حتمية لجسمك، فلازم تعمل فحص سريع كل فترة. في معظم الحالات الفحص بيكون كفاية علشان تطمن إنك بخير، إلا إنه ممكن يحدد لك الأمور اللي المفروض تتجنبها بناء على تاريخ العيلة وأسلوب حياتك. وأقل حاجة ممكن تعملها هي فحص الدم وتحليل الكوليسترول. وفي النهاية التلاتينيات ممكن تكون عقد مليان بالصحة والطاقة والتغييرات الكبيرة للأفضل. الموضوع معتمد عليك بالدرجة الأولى. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.